نتشرف الآن بالأستاذ الدكتور مجدي الدهشان رئيس قسم الباطنة كلية طب الأزهر. أهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك. وتشرف بحضرتك النهاردة اهلا. بالمؤتمر السكر. نشوف الجديد إن شاء الله لحضرتك أو الجلسات اللي حضرتك هتضيفها للمؤتمر إن شاء الله. الحقيقه المؤتمر ده السابع ومن المؤتمرات اللي هي انا بعتبرها مرجعيه في مصر لامراض السكر. فكر الدكتور محمود ما عادش هو رئيس المؤتمر ورئيس وحده امراض السكر والغدد الصماء في الازهر، وهو صاحب يعني بصمه كبيره في امراض السكر في مصر. هي فكره ان مرض السكر ليس مرض غدد صماء، ولكنه مرض يؤثر ويتاثر باعضاء الجسم وامراض الجسم المختلفه. ويمكن النهارده في المؤتمر عامل اول جلسه افتتاحيه عن امراض السكر والجهاز الهضمي، واحنا عارفين ان في مصر الجهاز الهضمي من الامراض ومن الامراض الكبيره في مصر، فازاي نربط الاثنين ببعضهم وان الاثنين بيأثروا على بعض، وان لازم يكون في نوع من الفهم ان امراض الجهاز الهضمي تتاثر بامراض السكر، وان السكر يتاثر بامراض الجهاز الهضمي. طيب حضرتك بقى احنا دلوقتي بمناسبة القرب شهر رمضان والصيام، والسكر دايما بيتلخبط في اول ايام الصيام على ما الانسان بيتعود، وخاصة في كذا نوع من انواع السكر، وفي مريض بيمنعوه من الصيام وفي مريض يعني بيصوم. فخلينا حضرتك السنة دي كده في ايه الجديد؟ او خلينا نتكلم على ان في رمضان مشاكل الجهاز الهضمي في رمضان، لكن كيف ينعكس السكر على امراض الجهاز الهضمي؟ فعندنا جزء من مش عايز اقول اللي هو قله الحركه وصعوبه الهضم في امراض الجهاز الهضمي. السكر بيأثر عليها تأثير مباشر من تقليل الحركة، من صعوبة البلع، من الارتجاع، أمراض كتير، وقف الحركة في الأمعاء الرفيعة، في حتى في دخول الحمام وتأثيره عليها، كل ده بيأثروا بالسكر. وده يدفعنا إن احنا لازم نلتزم في رمضان، نقلل يمكن من الألياف، نقلل من الدهون، نبدأ وجبات صغيرة، ممكن نفطر وبعد شوية ناخد وجبة تانية، خصوصا في الناس اللي عندهم أمراض السكر، إن عند وجود عرض الانتفاخات وعسر الهضم نحاول خصوصا بتوع السكر هم يراجعوا أحد الأطباء عشان ما يزيدش من تذبذب نسبة السكر في الدم أو زيادة حدوث مشاكل السكر. فخلينا نتكلم بكلام عام، وهو تقليل الدهون بصورة كبيرة، تقليل الكربوهيدرات، الحلويات، الزيوت، الاكل يكون كميات صغيره متكرره، الالياف اللي هي الصعبه قوي نحاول نقللها، المعقدة الهضم. المعقده. خلينا نضيف كمان ان شرب الميه مهم جدا خصوصا في الناس كبار السن، لان ده بيؤدي لصعوبه في الهضم وصعوبه في امتصاص الادويه، فبيقل مشاكل كتير. ماشي يا دكتور، شكرا. ان شاء الله مؤتمر موفق وبالنجاح والتوفيق باذن الله. شاكرين، فضل حضرتك.